انت بيحصل لك ايجو عنيف بعد الفرع الرابع او خلاص، تحس ان انت خلاص انا كده خلاص هدغدغ الدنيا بقى يعني ما حدش زيي اجمد واحد في البلد ده. وبعدين بتكتشف ان مفيش حاجه بتدوم، وان انت بتعجز في الاخر، مش انت كانسان، انت كبراند. يعني كتير قوي يجي يقول لك ايه بس يا جماعه تشيرن سودا ما بقاش ويتنج ليست زي زمان. مش المفروض تبقى ويتنج ليست يعني اكسبانشن وفروع وبقيت قرب لك في كل حته انت فيها. ومش بس كده، البراند ده شبه الانسان. يعني انت ما ينفعش تجيب راجل عجوز تقول له انت ليه ما بتجريش زيي، ما هو مش طبيعي زيك، الحمد لله انا عايش يعني فاهم، عايش وخبره، وبتيجي تسالني لما تبقى عايزني هو براند كده برضه. هو براند بعد 10 سنين هو موجود ولا مش موجود؟ مش هو موجود وزحمه، مش طبيعي يبقى زحمه. بيجي عليك على فكره ايام احنا الحمد لله تشيرن سودا معظم فروعنا بتبقى زحمه، ويتنج ليست في البيك تايمز، او لما تبقى في سيزونال برانشز ساعتها بتبقى زحمه وريزرفيشنز لكن اكيد مش زي 2016 اكيد. لا كان على طول ويتنج ليست ما شاء الله يعني كل الفروع في اي حته تروح بعد 10 سنين مين موجود بقى بالظبط. هي دي بقى، بس دي يعني انا عايزك برضو تكمل موضوع التصوير. بس هي في براندز كانت كبيره قوي قوي في الماركت واختفت من الوجود تماما يعني. صح. بعد 7 سنين و8 سنين، ولما رجعت بشكل سيء للغايه، وبقت حصل لها تحول غريب جدا، اللي هو انا راجع ابقى براند كوميرشال. انا مش هبقى بقدم كواليتي، مش هبقى بقدم نفس السيرفيس اللي كنت بقدمها زمان او اللي بتبقى كده.